بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو النهاردة هنعرف ازاي لو معانا جدول مقاسات فاضي وعندنا باترون بالفعل عملناه و درجناه، والعميل بتاعنا طالب ان الباترون اللي هو استلمه مننا ياخد معاه جدول المقاسات الخاص بيه. تمام، الجدول ده هيكون الجدول الصافي، وممكن نعمله جدول بالكشاتير. تمام، عشان لو حد محتاج يراجع على الباترون بعد الطباعة أو بعد ما يقفل العينة. تمام، مبدئيا نفتح الباترون بتاعنا. الشغل بتاعنا ممكن نشوفه على مثلا نشوف لو يكون عندنا باترون ايا كان الباترون، مش هيبقى نشوف على ليدز بلاوز عشان ما نطولش وندوش الناس معانا. على ليدز بلاوز نختاره اوبن. اوكي، تمام. عندنا الصدر، عندنا الكم، عندنا الظهر، تمام، عندنا الكولا، وعندنا الاسفر. طيب، عندنا دلوقتي كذا بند المفروض نعمله. ايه هو؟ طول الكم، تمام، عرض الفتحة بتاعت الاسفرة، فتحة الكم يعني، طول الكتف، الطول النهائي، تمام، عرض الصدر، عرض الهب، محيط الرقبة الأمامية والخلفية، تمام، عرض الكولا وطول الكولا، وعرض الاسفرة وطول الاسفرة. طيب، عشان الكلام اللي احنا قلناه دوت، عشان نطبقه نعمل ايه؟ ناخد ده كده في اي حته فاضيه، هندوس كليك يمين، نيو تكست دوكيمنت، تمام، ونفتحه. تمام لحد كده، تمام. اللي احنا قلناه هنكتبه هنا دلوقتي، وهنكتبه باللغه الانجليزيه. نبدا بالكم، سليف لينس، كم يعني سليف، والطول يعني لينس. اوكي، بعد كده سليف اوبننج او سليف اوبننج، تمام. بعد كده نخش على الصدر، نقول شولدر لينس، تمام. نيك سايز اللي هو الرقبة، نيك سايز. اوكي، طول المرد ممكن نحطه وممكن ما نحطوش، فعادي ممكن نحطه. اسمه بلاكت لينس. اوكي، عندنا الهيب لاين ويتس، تمام. الصدر في الحريم اسمه باست. المفروض اللي هو مش ما اسموش ويتس، اسمه سكر. اسمه ليه اسم تاني، احنا بس هنقول ويتس عشان لو هنمطر بس. عندنا الورست اللي هي الاسورة، تمام، لينس، والورست هاي. اوكي، كولر اللي هي الكولا، تمام، هاي اللي هو ارتفاع الكولا، والكولر لينس اللي هو خط التركيب الكولا،
تمام. ممكن نحط عرض الظهر اللي هو هوب باك. لو محتاجينه. ممكن نحط ايه تاني. كل القيم دي احنا ناخدها مع باترون دلوقتي. ممكن نقول سايد سيم. تمام. احنا هنسيب الملف ده على كده. اوكي. بس هنغير امتداده، او ممكن نقول سيف از. تمام. ونغير امتداده، بدل ما هو دوت تي اكس تي هنسميه مثلا 1.mct. اوكي. اوكي. تمام كده. هنخش بعد ما سميناه وطلع هنا باسم مختلف اهو دوت ام سي تي اللي هو اختصار الميجر تشارت. هنقول اوبن ونخش على فايل ميجر تشارت. نخش على ميجر تشارت ونقول كرييت. بعد كده نخش على الديسك توب مكان ما سيبنا الملف ونختار ايه القيمة بتاعتنا دي. تمام. ظهر معانا جدول اهو في القيم اللي احنا كتبناها. طيب انا لو عايز اختار القيم اللي انا عملتها دي اعمل ايه؟ طيب انا محتاج الاول ان انا اعمل النقاط اللي انا كتبتها احطها بخطوط انترنال وادرج الخطوط الانترنال دي بحيث ان هي تديني خطوط مظبوطه. فاحنا من نص الكوم هنحط الخطوط بتاعتنا. تمام. ده خط الطول. العرض مش محتاج. البلاكت دي مش محتاجينها. كان المفروض نحط طول الزي ممكن نحطه وهنشوف دلوقتي ازاي. دلوقتي ده العرض بتاع الصدر والعرض بتاع الهب. تمام. عرض الظهر من نص الظهر بالظبط. النص المحيط يعني في النص بتاع الظهر. تمام. عندنا ايه تاني عشان ما ننساش حاجة. النيك سايز موجود. الباست الويرست الهايت كولر. اوكي. تمام. كده اعتقد مش هنحتاج حاجة تاني. كل بس اللي هنعمله النقاط التدريج هنعمل كوبي اكس الحاجات اللي فيها الاكس. هنا كوبي. بعد كده تارجت بوينت. اوكي. تمام. وهنا كوبي واي في النقاط اللي محتاجة كوبي في العروض. تمام. كوبي نيست ريفرنس بوينت تارجت بوينت ونقول اوكي. ريفرنس بوينت تارجت بوينت ونقول اوكي. طيب وكذلك هنا برضو ريفرنس بوينت. طيب نعمل سبليت للنقطة دي عشان تاخد نقطة تدريج برضو. انترسكشن النقطة دي مع النقطة دي كده اتفصلت اهي. نعمل جريد كوبي نيست النقطة دي. نحط بوينت. للأسف. نعمل كوبي واي. نحط نقطة create a point. اوكي. نقول بقى كوبي النقطة. طيب سيبنا من عرض الظهر دلوقتي عشان محتاج تظبيط. طيب عشان نضيف بقى القيم بتاعتنا دي نشوف بس نتأكد ان الجريد بتاعنا تمام. جريد هنا في العرض. هنصفر بس القيمة اللي موجودة هنا. القيمة دي والقيمة دي هنخليها صفار. clear x clear y update. اوكي. في الجريد بقى نقول بقى الكل. تمام. نقول هنا الدلتا و تمام clear x clear y update. اوكي. تمام. المفروض ان انا اخد النقطة دي بتدريجها. اقول كوبي x rule reference point.
تمام، سيبنا من دي دلوقتي وهنبقى عارفينها، هنرجع لها في الاخر. طيب عندنا دلوقتي الجدول بتاعنا اهو. تمام، عشان نضيف القيمة هنروح واقفين على القيمة اللي احنا عايزينها، وبعد كده نخش على verify line length ونقف على الخط ده. اوكي، ضاف معانا الخط بتدريجه طول الكم في المقاسات كلها. تمام، السليف اوبننج اللي هو فتحة الكم، كليك يمين اوكي، ضاف معانا فتحة الكم بتدريجها في جميع المقاسات. الشولدر لينس الكتف يعني بتدريجاته في كل المقاسات. النك سايز مجموع خطين. تمام، يبقى كليك يمين اوكي. 24 ده في النص. تمام، القيمة دي نص رقبة، ممكن نبقى نعمل لها ضرب دبل يبقى ادينا مقاس رقبة كاملة. تمام، عندنا البلاكت اللي هو المرد. تمام، كليك يمين اوكي. عملنا حاجة غلط كده، فنصفر القيمة دي تاني. كلير لو. تمام، نختار الخطين دول تاني، مع العلم ان هنا في قيمة مرد فده لازم تكون معمول حسابها. كليك يمين اوكي، ونخليها دبل هنا عشان تبقى رقبة كاملة. تمام، نقف على البلاكت، كليك يمين اوكي، ضفنا البلاكت. تمام، الهيب ويتس، كليك يمين اوكي، ضفنا الهيب ويتس. الباست. تمام، هقول له كليك يمين اوكي. ده عرض الصدر في الربع، فلو عايزينه في العرض الكامل نبقى نجمع ونطرح مقدار المرض عشان نبقى عارفين العرض هيطلع معانا كام. الورست لينس اللي هو طول الاسوره. تمام، الهايتس اللي هو عرض الاسوره. الكولر هايتس اللي هو ارتفاع الكولا. الكولر لينس اللي هو خط تركيب الكولا. تمام، ده ممكن نخليه دبل برضو عشان يبقى كولا كاملة. الهاف باك دي القيمة دي لازم ندرج الخط عشان يبقى القيمة كاملة. تمام، هو حاليا 22 فقط لانه مش متدرج، فلو خد تدريج الموضوع هيظبط. السايد سيم اللي هو الخط اللي في الجنب. كده عرفنا ازاي نضيف نستخرج القيم من على الباترون بتاعنا ونربطها بجدول. عايزين نطبع الجدول ده هنقول له برنت، ونختار البرينتر بتاعتنا وليكن ده عشان نطلعه PDF، ونقول له اوكي ونسميه 1 2 ونخش على الديسكتوب ونقول له سيف. ننزل كده ونشوف الديسكتوب بتاعنا، ننزل معانا جدول نفتحه ونلاقيه ان في بوينت اوف ميجرمنتس او اختصارها اللي هي BOM. دي تستخدم لما بنعمل مراجعة في الجودة او بنستخدمها لما براجع على الباترون بعد الطباعة، سواء يعني انت حضرتك هتقرر في استخدامه من ناحية انت هتقرر هتقارن مقاسات بعد الطباعة ولا هتستخدمه في اثناء عملية الجودة. دي هتتوقف على مقدار التولرانس اللي انت محدده او مقدار الحياكة او مقدار الخياطة اللي انت حاطه. تمام، سيم او انت عامل الباترون بمسافات خياطة. تمام كده، ده كان شرح بسيط ازاي نستخرج الجدول بتاع المقاسات من باترون عندنا. الطريقة دي شغالة مع كل الباترونات مع كل النسخ. ممكن تبقى فيها مشاكل بسيطة مع جربر 10، ولكن باقي النسخ يعني ان شاء الله هيكونش فيها اي مشاكل. يعني المفروض ان الكتابة تكون باللغة الانجليزية. تمام، عشان ما يحصلش اي مشاكل. طيب في السايز هنا عندنا الاوبريشن ان هي التعديلات اللي احنا ضفناها. في هنا الدبل اللي احنا دبلنا السايز لان كان على نص فخليناه على كامل. طبعا هنا ضفنا مقدار المرد فممكن نشيله لو عملنا سبستراكت. والكولر لينس عشان هي على ميرور فعملناها دبل عشان تبقى بحجم كامل. تمام، اشكركم على الفيديو دوت. لو حد عنده اي استفسار بخصوص الفيديو ده يتواصل معايا او يكتب لي في التعليقات في اخر الفيديو. ما تنساش تتابعنا لان في فيديوهات جاية جميلة جدا. كان معاكم عبد الرحمن. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.